أسعد الله مساءكم باليمن والخير والبركات. يا جماعة، هذا الكلام أنا قلته قبل كذا السنة الماضية والسنة اللي قبلها، لكن للأسف المسرحيات الهزلية هذه جالسة تتكرر. البارح شفت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض المشاهير يسوقون للتسديد عن أشخاص عن طريق فرجت، ويقولون يلا 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 خلونا نطلع اليوم، خلوه يفطر مع أهله، وبكاء ونحيب وحركات، والناس مساكين، وهاتك تسديد 100 200 300 مليون مليونين. يا جماعة خذوها مني وانقلوها عني، اللي يقول لكم ان فيه مواطن سعودي مسجون في دين قولوا له كذاب كذاب كذاب. كل اللي عندهم فواتير فرجت مطلقين. من عام 1441 كل المواطنين السعوديين المسجونين في دين أطلقوا بأمر ملكي، ما في ولا مواطن سعودي موقوف في دين. فواتير فرجت هذه اللي انتم تشوفونها لنفس الأشخاص اللي كانوا مسجونين قبل عام 1441. ناس يسوقوا لها ويقولون يلا هذولا مسجونين، يلا خلونا نطلعهم، خلوهم يفطرون اليوم عند أهلهم، ويستثيرون عواطف المجتمع. يا ناس عندنا فقراء وعندنا مساكين. ترى المديون ليس مكلفا بالسداد إذا هو معسر، شرعا ما هو مكلف. الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظير إلى ميسرة. الغارمين المديونين هذول ترهم جو متأخرين. الله يقول إنما الصدقات للفقراء ثم المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب ثم بعد ذلك الغارمين. يعني ما عاد فيه فقراء ومساكين حتى اروح اسدد عن المديونين. وبعدين انت تعرف الدين هذا فيه ايش؟ فيه ناس يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، ويأخذون أموال الناس ولا يريدون سدادها إعادتها، وفي ناس يأخذوا، وفي ناس يسوون أفلام ومسلسلات ومسرحيات سبق أن تكلمنا عنها. واحد يقيم دعوة على واحد ويستصدر عليه حكم وبينهم اتفاق ويقول له ينسجن، وبعدين إذا سددوا عنك نصير نقتسمها أنا وأنت. تمثيليات ومسرحيات مشهورة ومعروفة. يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى، ترى والله بيحاسبكم عن زكاة أموالكم. ابحثوا عن الفقراء والمساكين، ابحثوا عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، ولا تنخدعوا باللي جالسين تسمعونه. ما في ولا مواطن سعودي في المملكة العربية السعودية مسجون في دين، خلاص ما في شيء اسمه سجن في الدين، ألغي. وهذه فواتير فرجت لأشخاص كانوا مسجونين قبل عام 1441 وكلهم أطلقوا وموجودين في بيوتهم مبسوطين. إذا أنت ما تقدر تخرج زكاتك بنفسك وتبرئ ذمتك أمام الله، عندنا منصة حكومية أسستها الدولة اسمها إحسان. أخرج زكاتك عن طريق إحسان. لكن الأفلام والمسلسلات والمسرحيات اللي جالسين يسوونها، البارح واحدة من المشاهير وكذا وتمسح دموعها حيفطر الليلة عند أهله. نفطر عند أهلك إذا انفقع من العافية. من عام 1441 هو عند أهله. كلامك مو صحيح، انت كذابة. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا.